السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. حياك. الله يحييك. انا رفيق هذه كلمك علي عبد السلام اني اجي اشتغل عندكم. ها حياك الله يا رفيق. الله يحييك. تفضل تفضل نشوف معايير الشغل ونتجابل عليه. طيب يلا تمام. طارق، صبيح. اليوم عاد أصير بسر مرتخي، قالوا إني تعبة. ممكن تروحي، بس خلي أخوش يجي يشولش. أنا مش قادر، معي عمل. طيب حاضر. جالس أنت والبرنامج الصباحي حقك هذا حق كل يوم، ضروري تنكد على نفسك. ايش بتستفيد؟ انا ايش تعرف؟ صفية، أنا حاسس إنه عيالي عادهم عايشين بيعودوا لي وعندي أنا. الله يرجعهم، بس من عاد يرجعوا لك بعد 20 سنة؟ كيف عاد يرجعوا؟ أيوة صفية، عندي إحساس إنهم بيعودوا، وأملي في الله كبير. يا رب. يا رب. يلا خاطري. جني شلك انت وعيالك هول اللي ما نسيتهم. يا الله. ها؟ هيا ما فعلت. تخلصت منه ما ادري. متأكد؟ الله المستعان، واحد طرحت في اخر الارض ومستحيل يرجع لها هذا. والثاني مكنت رجالي، اتفقت انا وياه زوروا له بطاقه وعيسافروا الخارج، ومستحيل انهم يرجعوا لها هنا. المهم متأكد انه ما عاد يرجعوا ابدا؟ متأكد 200% ان ما عاد يرجع واحد منهم، واخوش في ظهرش. ايوه ان شاء الله ما عاد يرجعوا ولا نشوفهم، مش بعدها يجوا يقاسموني انا وجهالي وارتبوهم. ولا تقلقي، الجو عيش لالش انت وعيالش، المهم لا تنسي يا اخوش. اكيد اكيد، انت العقل المخطط والمدبر، وانا واثقه فيك وراكنه. دحين اسمع، طارق زعلان على جهاله، صير واسي ودور معه الجهال، حرام. من شعلها خطيرة، أمانة ما حد يقدر يمثل تمثيلش، حتى إبليس نفسه ما يقدرش. يلا يلا سير. يلا ذا الحين نازل عن طارق. يلا. الحمد لله ان احنا بعدناهم من طريقنا بعد 20 سنة ولا نسيهم. كيف كان أفعل بنا لو عادوا موجودين؟ الآن اسمعني أنت أشيكم تركزوا معي. أنت سير ادي حمال ودي بلوك وسمنت وصوروا الأرض كامل، مفهوم؟ حاضر يا زعيم. تحركنا. ايش معاكم معنا؟ ما سمعتكش. من معي؟ هذا الارض حقي، وانا قد حذرتك انت وابوك تريحوا لكم من الارض. سمعتوا قال لك الارض ارضه، هذا الارض حقي، واي واحد حيفكر يقرب من الارض دمه حناش، مفهوم؟ دمه حناش يعني حكمت على نفسك. حربي يا رجال. يا حماد شباب تحركوا كلهم سريع.
يكفي يتعلم ويدرس عمرهم ما ينسى. السير ابوي يكفي قاع نهايته هذه يدخل ارضي. خلاص يكفي تكون واحد منهم. أكرم، عمدك. هذا العامل جديد صح؟ ايوه هذا رفيق، نسيت ما اكلمك عليه. هذا الذي رسل الاستاذ عبد السلام. أيوة صابر. طيب ممكن تصيح له كلمة؟ عيوني. يا رفيق. ايوه. تعال جاوب المدير. طيب تمام. وين يا مدير؟ أهلا تفضل. كيف حالك يا ولدي؟ الحمد لله بخير. فهمك أكرم العمل ومتى يكون دوامك ومتى ينتهي؟ ايوه فهمني كل شيء واتفقنا على كل حاجه. سابر، حفظك الله يا ولدي، بس أنا اشتي عمل واهتمام. ولا يهمك يا عم، ان شاء الله ما نقصر في العمل. سابر يا ولدي، سيدي بسر عملك. سابر خاطرك. تفضل. يا رجلي ناوي يكون رجال من رجالك وانت جنبه، الله يلعنها من رجاله. يابا انت فاهم الموضوع غلط. انا كنت انا ورجالي داخل الارضيه ما دريت الا لما جولي فجاه يابا. بس ولا نخس، ليت طرحكم الاثنين واخلص منكم. هذا الكلب قصير اشتيك تديه مسحوب على نخره، ولا قسما لا عدفنك حي. حاضر يابا ولا يهمك، ولو تشتيني اقتله نقتله. لا دكتور، اديه لا عندي حي، عاد انا بحاجته. حركنا يا رجال. هذا ابن عمي. كدك داري يا ابن عمي ان عليك مشاكل بسبب الارض ومعك غرماء، ليش تخرج بدون سلاحك؟ ما دراني انهم بيجوا لي لهانه، انا قلت اخرج للسوبر اشتري مصارف بسرعه وارجع، ما دريت الا وقت فوقي. كن خليك حذر لي منعك، هؤلاء شكلهم مشهم حق احترام، هؤلاء حق رصاص احمر وبارود. اي والله صدقت يا ابن عمي، لكن انا داري كيف اوقفهم عند حدهم. خليك حذر، يكون كلمني اجي معك اين ما صرت، يد واحده ما تصفقش. ونعم بك يا ابن عمي. والله ما راحت لك يا قصاي، والله ما راحت لك يا قصاي، رجلي. انا اللي هابني كم من شنب ويضربوني على الحساب، يجوا اثنين جهال يكونوا ابني ورجالي، ما توقعته ولا عاد حصل. قد كان عينزل ما ادرينا لو قد ظهر فجأة وكون مرزق. ومن هو هذا؟ عرفتوه ولا لا؟ لا ما عرفناش، لكن يا زعيم ولا يهمك، بنعرفه وبنديه من تحت الارض. اسمعوا، اخر فرصه لكم، اذا مديتم الاثنين لا عندي لا اصل بكم صلب، ولو يرجع لي واحد مكون منكم لا اوفي له رصاصه في راسه. يلا تحركوا من قدامي. حاضر يا زعيم. ها رفيق، ايش خرجك من الشركه؟ وايش خرجك من العمل؟ والي ودنيا، مالك يا رفيق؟ مالك يا حي، صلي على النبي، مرة في هذه الساعة. مالك يا ولدي؟ انت رفيق اللي بتشتغل عندي في الشركه ولا لا؟ لا غلطة. طيب من معي؟ أنا اسمي هيثم. هيثم؟ عفوا يا والدي، المعذره، يخلق من الشبه ربعي.
كيف عن طلع الذي ضرب الرصاص على مرزوق؟ أنا ايش أقول لك عن طلعه؟ السلام عليكم، كيف أنت يا غالي؟ وعليكم السلام. ما عندي يا أخي مأمور، ما عندي. قالوا حصلت أمس العشاء عندكم اشتباكات هانئة؟ أيوة يا أخي الحمد لله، بس ما قدروا لي. الحمد لله. هم قالوا إن أنت صورت بتلفونك. لا تصدق، ما صوت ولا حاجة، لا تصدق. هذا الفيديو سريع ولا والله أقتلك أنا سريع. وقف، وهذا اللي دمع علينا الرصاص. هذا ايوه هذا ابن عم قصي، هو هذا ابن عمه. ايوه. إن هذا الجاهل سد عليكم وهو بمسدس وانتم ببنادقكم. يا حمى يا رجاله. ماشي يا زعيم، ما غير هو ظهر علينا فجاه، ما درينا لو قد بيرمي علينا رصاص. والله يا زعيم ما درينا لو قد مرزوق ارتجم جنبنا فجاه. هيا اسمعوا، ردوا لكم من قصي، سيروا الدولي ابن عمه من الجن ولا من الانس، حتى من تحت الارض. يلا قوموا يا زعيم. واخيرا باجي قصي وهو ذليل ومنكسر. سليم صور. شو يا زعيم؟ ما رايك يا قصي وابن عمك فايدينا؟ لو تشتي ابن عمك يروح سالم غانم، تعال سلم نفسك لا عندي ومعك بصيرة البيت، ماشي يقرا الفاتحة على روحه. من هذا؟ مدري والله، يشبهك الناس خلاص كأنها أنت. اي والله انه يشبهني نفس الصورة. ابصر الولد فظنوا انه انت. لا عاد يقتلوه ولا يفعلوا بحاجة. اي والله حرام نفلت له وودف بسببنا. ضروري نشوف له حل نخرجه من ايديهم. حل؟ وش نسوي؟ ايوه. لا وين اجي لك؟ حلو انك بتسمع الكلام، والان انا بحدد لك الموقع تجي لعندي وانت بتعمل اي حركه. ماشي راس ابن عمك بقرحه. تمام انا شاجيك وحدي والبصيرة معي، بس تفك لابن عمي. ابشر نفك له، ما عليك انت غرجي وبس. اهلا بالحامل والمحمول. فك له الولد. مش بهذا السهوله يا غالي، عد من الحساب طويل لك انت وابن عمك. خليك رجال عند كلمتك وفك له الولد، ما يرجع عن كلامه الا المكلف. احترم نفسك ودري مع من تتكلم. قلت لك 1000 مره لا توقف في وجهي، ما ردت تسمع. ما رايك يموت ابن عمك الان امام عينك؟
فكولا ما بش لا أي علاقة. هيثم، وهذا منو؟ هذا ابني. من؟ طارق؟ الكل يسلم مكانه، المكان محاصر. هذا هو ابو مرزوق. لا والله يشبهني تماما. وين حصلته؟ ومن هو هذا؟ هذا اسمه هيثم، لقيته امس وانا راجع من العمل. صدق كنت افتكر انه هو انت، بس استغربت لما قال لي انه اسمه هيثم. ايوه. استغربت لما شفت قوة التشابه الذي بينكم، والذي شدني أكثر وجود الشامة الذي في خدها الأيسر. شفت في خدها اليسار شامة سوداء. طبعا وذكرت إنه عيالي في واحد منهم في شامة سوداء على خده اليسار. أنت متأكد من كلامك؟ طبعا أيوة. طلع شكي في محله. طيب ممكن تجي معي؟ أجي معك، لا في. نروح لعند الشخص الذي بيوضح لك كل شيء. طبعا طيب، يلا على بركة الله، بسم الله. شوف يا أخي عبد السلام، أنا بالحين مربوش، والله مش عارف حاجة. ممكن تشرح لي القصة من البداية؟ شوف يا طويل العمر، من 20 سنة جاء واحد اسمه أبو مرزوق وسلم لي طفل وقال لي أربيه، وأنا ربيته، والآن مثل ما تشوف أصبح شاب ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. وأنا بحكم أن أنا عقيم ما فيش معي أطفال، فرحت وأخذته معي مصر وربيته هناك، ولكن أشاء الله ورجعنا اليمن. طيب وما فكرش تبحث منه أبو الطفل هذا؟ أنا مش عارف إنه ابنك، لأن أبو مرزوق حينها جاء وقال لي هذا الطفل يتيم، وأنا قلت افعل به خير وربيته. ومنو هذا أبو مرزوق؟ ما عندكش له أي صورة؟ والله على ما أتذكر يا أخي، يعني هو شخص كان متين هكذا وشكله أسمر، يعني هذا على ما أتذكر، يعني بقية الوصف أنا ما نشعر. أيوة. طيب أخي عبد السلام، هو هذا الشخص أبو مرزوق؟ شوف بالصورة. فعلا هذا هو، هذا هو. أيوة. كيف طوعك قلبك؟ تحرمني من عيالي 20 سنة. ايش عملت؟ ايش سويت بك؟ هذا كله مش وانا، هذا تخطيط زوجتك. انت وهي كلاب. تحرموا ام من عيالي 20 سنة. وعلى ايش؟ على شوية فلوس يا كلاب. خلاص الآن في يد الدولة وحياخذ عقابه في كل الجرائم اللي سواها. اخرجوا، طلعوا فوق الطب. هؤلاء عيالي يا صفية. ها؟ اللي قلت لك انهم بيعودوا لي في يوم من الايام. انا اشتي اعرف يا صفية، ايش من قلب معيش؟ ايش من قلب معيش تحرميني من عيالي 20 سنة؟ وانا ما دخلني. صفية خلاص ما فيش داعي للانكار، الحقيقة اتضحت يا صفية. اخوش قد مسكوه والان هو محبوس واعترف بكل شيء ولازم ياخذ عقاب، وانت لازم تاخذ عقابك يا صفية. لكن يا طارق لا انا باخذ حقي بيدي. وش في غريبة يا صفية؟ خلاص يابا لا توسخ جيتك بدم واحدة ما تستاهلش.
كان نفسك تموت، لكن خلص يا ابني. بس يا صفية ما اشتيش اشوف صورة ديش امام عيوني. يلا انت طارق طارق يا صفية، اخرجي من بيتي، يلا اخرجي من بيتي.